القديس الطاهر الأنبا لونجينوس رئيس دير الزجاج. كان القديس لونجينوس من أهل قيليقية، وقد نشأ في جو من التقوى، حيث ترهب في أحد الأديرة التي سبق أن ترهب فيها والده القديس لوكيانوس بعد وفاة زوجته. عندما تنيح رئيس ذلك الدير، أراد الرهبان أن يقيموا القديس لوكيانوس رئيسا لهم، لكنه رفض، إذ كان يبغض مجد العالم. وبدلا من ذلك أخذ ابنه لونجينوس وذهبا معا إلى الشام، حيث أقاما في إحدى الكنائس، وهناك أظهر الله فضائلهما بإجراء آيات وعجائب كثيرة على أيديهما. ومع تزايد الإكرام لهما، شعر لونجينوس بالخوف من مجد العالم، فاستأذن والده في الذهاب إلى مصر. وعند وصوله قصد دير الزجاج غرب الإسكندرية، حيث استقبله الرهبان بفرح. وبعد فترة تنيح رئيس الدير، ونظرا لما رأوه في القديس لونجينوس من الفضائل والسلوك الحسن، أقاموه رئيسا خلفا له. وبعد ذلك بوقت قصير لحق به والده لوقيانوس، حيث عاشا معا حياة التقوى والتواضع، يعتمدان في معيشتها على صنع قلوع المراكب، وأجرى الله على أيديهما آيات كثيرة. ثم تنيح القديس لوقيانوس بسلام، وتبعه ابنه القديس لونجينوس بعد ذلك، ليكملا مسيرتهما في السماء. بركة صلوات هذين القديسين تكون معنا جميعا، ولربنا المجد دائما وأبديا. آمين. لا تنسونا بصلاتكم مون جيسو.